مشاهدينا الكرام، وانتهت مباراة النادي الأهلي وفريق نادي طلائع الجيش بفوز غالي للنادي الأهلي. الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي. كابتن حسام، نقول لك ألف مبروك، نتيجة كبيرة، خاصة تغير مجريات المباراة في الشوط الثاني. أسبابه التغير ده إيه؟ وهل المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش قدر إن هو يقفل دفاعيا على النادي الأهلي في الشوط الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه تحياتي لابراهيم، الاستاذ حسن المستكاوي، الكابتن حسن شحاته، كابتن زكريا ناصف، تحياتي ليكم جميعا. اكيد الحمد لله على الفوز النهارده، كان فوز مهم جدا. زي ما احنا عارفين، يمكن احنا لينا هدف في بطوله الدوري العام، فاي 3 نقاط بيبقوا مهمين بالنسبه لنا. زي ما احنا عارفين فرقه الجيش برضو مأديه بشكل مميز جدا. فرقه يمكن ما خسرتش اي مباراه لغايه دلوقتي، يعني دي اول مباراه ليها، فكانت المباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. على الجانب الاخر طبعا زي ما انا بقول الفترات الزمنيه قليله جدا بين المباريات دلوقتي، فكونك انت بتكسب وبتاخد ال3 نقاط مهمين جدا، بالاضافه لما بيكون في طبعا اداء بشكل مميز في بعض فترات المباراه. ده اكيد شيء بيسعدني كمدير فني. لكن زي ما انا قلت في المؤتمر، يمكن الشوط الاولاني برضو عملنا بعض الاخطاء اللي ساعدت فريق الجيش في ان يعمل الجيم الدفاعي بشكل كويس في بعض الاحيان. كانت خطورتنا ابتدت تقل نتيجه بعض التحركات. طبعا مش عاوز برضو اذكرها بشكل مفصل، الخطا في عرض الملعب بالذات اخطانا، فبالتالي سلمنا نفسنا لفرقه الجيش والمدافعين اللي كانوا موجودين وساعدناهم في الحته دي. يمكن اتغيرت بين الشوطين شويه مع التغييرات، مع طبعا انخفاض المعدل البدني شويه لفرقه الجيش نتيجه الضغط المتواصل الهجومي. الحمد لله طبعا على الفوز. بقول فوز مهم، وبقول طبعا يعني هنطوي الصفحه دي ونبتدي نفكر في المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن حسام، هل ضربة الجزاء ضيعان او صد شريف اكرام من ضربة الجزاء غيرت رتم اللقاء؟ اكيد مش غيرت، لكن مش شرط ان لو كان حتى جت ضربه الجزاء انك كنت ممكن كره القدم فيها ثوابت، يعني ممكن كان جت ضربه الجزاء وممكن كنت تتعادل وتكسب تاني المباراه، وممكن يحصل حاجه، ممكن تيجي ضربه الجزاء وما تكسبش او تتعادل. بس وارد كل شيء، مش عاوز اجزم دلوقتي عشان انا كسبت، لكن كره القدم وارد فيها كل شيء، ما فيهاش ثوابت يعني. كابتن، كنت النهارده بتتكلم الجمهور، بتقول لهم عمالين تتكلموا كلمات كده اشار. لا مش الجمهور، هو طبعا اما حصل التغيير الاولاني فوجئت ان احد الجماهير بيتكلم معترض ان مؤمن يكمل يعني في الملعب، وبيذكر ازاي اسيب مؤمن وبيتكلم. فطبعا يعني انا بحمي اللعيب بتاعي، وفي بعض الاحيان انت كمدرب ممكن تتحمل نقد الجماهير، لا ممكن يقول التغيير غلط، فبالتالي لكن ما ينفعش تذكر اسم اللاعب. يعني ما ينفعش تذكر اسم اللاعب وتقول ازاي انت سايب مؤمن وازاي بتغير وليد، يعني حاجه بتاعتي، فما تذكرش اسم اللاعب. ممكن تعترض على المدرب، اعترض عليا انا هبقى متقبل، لكن ما تذكرش اسم اللاعب يعني. تمام. كابتن، دايما جمهور النادي الاهلي بيسالنا دلوقتي، حاطط اجاي بقى فلافيو، مقارنه بفلافيو، اجاي وفلافيو، بدا الكابتن حسام يديله اجاي وده اسمه فلافيو. والله طبعا هي طريقه مختلفه شويه، لكن انا برضو في شيء اضطراري والناس كلها عارفاه، والساده الزملاء طبعا عارفين ان في شيء اضطراري لاستخدام اجاي، او اجاي في المكان ده ما كانش بيلعب فيه بشكل متواصل على بعض الفترات، لكن الشكل الاساسي او المكان الاساسي بالنسبه له تحت الفرود على الناحيه الشمال. ده اكتر الوقت اللي كان بيلعبه وهو موجود في الصفاقسي. لكن انا شيء اضطراري، كان عندي اصابات كتير، عندي عدم جاهزيه لبعض اللاعبين اللي موجودين عند المميزين في حته راس الحربه، فطبعا باداء وتحرره بعد فتره من ما قلت يعني كان في مطالبه ان هو يشارك وكده، فانا قلت اما يحس ان هو جاهز وعنده ثقه وتحرر في طريقه ادائه، لان كان في الاول برضه كان في شويه توتر، اسم النادي ووجوده، وهو شاعر ان هو في اختبار يعني. لكن اما كل الكلام دوت طبعا زال، اديته والحمد لله بيظهر بشكل مميز لغايه دلوقتي. لكن اتمنى برضه يبقى بعض الصفات الاخرى موجوده في عنصر من العناصر، لان اجاي طبعا لعيب مميز، لكن انا راس الحربه فيه لسه في حاجات شويه مطلوبه. لا، ما الزملاء عارفين طبعا، يعني راس الحربه بيبقى مطلوب طبعا حته التكمله على الجون، اللعب بالراس تمام، الخشونه شويه، كل الكلام ده مطلوب، بنبحث وربنا يسهل ان شاء الله. دايما بيقولوا عمرو مرعي، كابتن حسام اتكلم معاه او في بعض الكلام على عمرو مرعي، صحه هذا الكلام نسمعه من ما فيش اسماء خالص ذاته، مش هعلن اسماء، وكل احترامي لاي لاعب مرتبط باي نادي. اخيرا كابتن حسام، كان لنا لقاء مع الباشمهندس محمود طاهر، اكد فيه ان لن يتم التجديد لاي لاعب الا بموافقه الجهاز الفني، والكابتن حسام البدري بيتكلم عن حسام غالي وعماد متعب. هو ده فكر النادي الاهلي، وخلي بالك انا حريص جدا على النجوم، وحريص على استمرار النجوم، وحريص على التعامل مع النجوم، وهو ده اسلوب النادي الاهلي. فالمهندس محمود طاهر
نفذ الاسلوب اللي احنا متعودين عليه. اشكرك كابتن. شكرا. زميلي ابراهيم، ده كان لقاءنا المهم مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. عوده الى المقصوره واستكمال باقي فقرات استوديو التحليل. شكرا يا عم، بشكرك شكرا جزيلا. كلام كتير حقيقه قاله الكابتن حسام البدري. لعل من اهمه في ايه؟ لا اتفضل. لا لعل من اهم الكلمات اللي هو قالها انه وجود جونيور اجاي كان اضطراري كراس حربه، لانه قال مركزه الاساسي ما هوش راس حربه، انما عدم جاهزيه بعض المهاجمين بسبب الاصابات ايضا كمان، فهو مضطر انه يشرك جونيور اجاي. اتكلم كمان عن طموحاته، او يعني تقدر تفهم منه كده الشكل اللي هو عايزه لراس الحربه. راجل بيلعب بدماغه، ده طبيعي جدا. راجل يبقى قوي ويبقى سريع، كل المواصفات اللي ذكرها مع زميلنا عمرو مختار. انا مقتنع يا ابراهيم الحقيقه، يعني راس الحربه يعني مش لازم راس حربه صريح واقف متمركز في ال 18 وما بيتحركش بره ال 18. يبقى فيه راس حربه، لكن ما هواش دوره الوحيد انه يفضل واقف في المكان ده 90 دقيقة. دي حاجة قديمة، أنا شايف إنها قديمة. راس الحربة اللي واقف ده لازم هيتحرك بقى شمال ويمين وحد يخش مكانه وهكذا، زي ما الدنيا كلها بتعمل وزي ما الأهلي بيعمل الحقيقة. حتى لما عمرو جمال اللي هو بيجيد ألعاب الهوا كتير جدا بيجبر عمرو إن هو يمشي من المكان اللي هو قاعد فيه ويطلع يجنح شمال حتى ولو على حافة الصندوق شمال أو يمين. هو ده الدنيا دلوقتي كلها بتعمل كده. عشان كده في تنوع كبير جدا في الكرة الثابتة. راس الحربة لازم يبقى موجود، لكن في اللعب في الحركة لا. يعني أنا مش شايف إن خلاص بقت موضة قديمة قوي إنها يبقى في راس حربة صريح. وممكن أضرب لك أمثلة على فرق بتلعب راس حربة بيقعد يغني ظلموه، يعني ما ملوش دعوة بالماتش يعني. طيب. يعني بتحصل كتير يعني. شوف يا ابراهيم، عشان نحلل معاكم بقيه الاهداف. حللنا جول، فاضل لنا جولين. ده تعقيب يعني. اتفضل. لان حسام اكد راينا في مواصفات راس الحربه، لان انت بتحتاج راس حربه بمواصفات. هو قال انه محتاج راس حربه يكون بيعرف يلعب بالهيد، محتاج راس حربه انه بيتحرك تحركات واعيه جوه ال 18، بيقدر يلعب بيمينه وشماله. فلما بنتكلم على انه لاعب اجاي، هو نفسه بيقول ان مروان كان مصاب، عمرو جمال كان بعيد ولسه راجع مش قادر يعتمد عليه او اداله فرصه الماتش اللي فات. متعب طبعا بعيد عن الصوره كمهاجم رابع. انطوي بعيد عن الصوره، فهو ما عندوش قناعات بمتعب وانطوي. واضح حسام البدري، والا كانوا خدوا في الماتشات. فجالك الغصب اعمله بجميله بقى. فهو بيلعبه مضطر، لانه مش مقتنع انه يبقى هو راس حربة النادي الاهلي. ده يعني بين السطور او تاكيد لكلامنا ان احنا لما بنقول الجول اللي جابه، احنا طبعا لسه هنتكلم على الجول الثاني، لكن لو عايز تتكلم على الجول اللي جابه انا هتكلم عليه، لان الناس يعني دايما عارفه رايي في اجاي. الجول اللي جابه كابتن حسن الاستاذ حسن السكاوي يقدر يجيبه، لان ده جوه ال6 يارد. وحتى ثانيه واحده بس، اشمعنى الاستاذ حسن السكاوي يقدر يجيبه؟ هو قال على الجول بتاع الماتش اللي فات. تقصد ايه؟ يعني عشان هو طب افرض اجاي جاب جول صعب، يبقى حضرتك هتقول الاستاذ حسن السكاوي طار وجاب جول صعب. لو جول صعب هقول ما هو الاستاذ حسن كان برضه وينج رايت، خلي بالك يعني. ايوه الكلام ده في شبابه، في شبابه يعني كان وينج رايت ايام حسين حجازي. انما الجول سهل، الجول سهل. بس خليني اقول لك حاجه برضه بتاكد ان الجول سهل وانه كان الكابتن حسن. لا انا اجيبه بلاش بس عايز ارصد نقطه. الدقيقه اللي خرج فيها كان بعد الجول بدقيقه. يعني معنى كده ان حسام البدري كان واخد قرار في تغيير مروان مكان اجاي، حتى لو ما كانش جاب الجول. مش شرط. لا ممكن يكون جاب الجون كافئ وطلعه وبينزل مروان. لا خلاص يعني كده انت عملت، يعني انا كنت مستنيك تعمل حاجه كويسه وطلعت. لا خلينا بس واقعيين يا ابراهيم. مفيش حاجه اسمها مكافاه، ومفيش حاجه اسمها اصل مروان ياخد مكافاه لا، الكلام ده مش مظبوط. حسام لما قرر يعمل حسام خليني واضح، حسام لما قرر يعمل التغيير لاجاي، القرار بيبقى قبليها ب5 دقائق على الاقل عشان مروان يلحق يعمل التسخين الاخير عشان ينزل. وبيكون اتكتب في الورق مين اللي هينزل تبديله.
في التبديله. فلو اجاي خرج بعد دقيقه من الجول يبقى كان القرار متاخد قبل ما يجيب الجول. طيب. مش معنى انه وحش، مش هتفرق خلي كتير. بالك مش معنى انه وحش، لا معنى ان مروان عايز يرجع مروان كراس حربه لان هو نمره واحد. يعني انا قلت لك قبل كده ان في اولويات في ترتيب اللعيبه في المراكز. بالنسبه لحسام البدري مروان هو نمره واحد وكان بيلعب قبل ما يتصاب. اضطر زي ما حسام قال، اضطر انه يلاعب اجاي عشان ما عندوش راس